لأول مرة ياسمين عبد العزيز تقرر ترد على العواضي، بس ردها كان مفاجئ ومش متوقع خالص في الأزمة الأخيرة. خلينا نقول لكم إن الحكاية بدأت لما العواضي كان بيخرج كل شوية ويقول إن فيلمه الجديد اللي بيجمعه بمي عمر هو رقم واحد والأعلى إيرادات، مش في مصر بس، في كل الدول العربية. والغريب إنه فضل متمسك بكلامه حتى بعد ما فيلم خلي بالك من نفسك لياسمين عبد العزيز نزل في السينمات. تخيلوا إن العوضي اللي كان بيقول زمان إن أي فيلم هينزل لياسمين أكيد هيحقق أضعاف أضعاف إيرادات أفلامه، قال إنه متفوق عليها وعلى فيلم محمد عادل إمام كمان. ياسمين بقى قررت ترد بالشياكة على الآخر، واتفقت مع الشركة المنتجة لفيلمها إنها مش هتعلن عن إيرادات وأرقام، ومش هتدخل الخناقة دي من الأساس، وإن الزحمة اللي قدام السينمات على فيلمها هي أقوى وأكبر من أي رد. إيه رأيكم في قرار ياسمين عبد العزيز؟ شاركونا بالتعليقات.